الاتصالات المختلفة ومتابعة الشبكات الخاصة بالاتصال. النهاردة مصادر أمنية عالية المستوى في مصر نفت بشكل كامل الأنباء الخاصة بعملية إطلاق صواريخ على ميناء إيلات والعقبة في جنوب إسرائيل. كان في بعض المعلومات اللي انتشرت واتكلم عنها او اذاعها الراديو الاسرائيلي، الاذاعه الاسرائيليه، قالت انه في 5 صواريخ تم اطلاقها من على مدينه ايلات على ساحل البحر الاحمر، وان مصدر هذه الصواريخ جاء من سيناء. التقارير والمعلومات والمصادر المصريه بتؤكد بعد عمليه كبيره، عمليه امنيه وتمشيط لكل الاجزاء الحدوديه، انه هذه الصواريخ لم تنطلق من سيناء. هنتابع كل التفاصيل في التقرير. هكذا كانت المشاهد الأولى التي بثتها وكالات الأنباء للموقع الذي قيل أنه شهد إطلاق صواريخ هنا بمنطقة إيلات الإسرائيلية. جنود يقودهم من قال إنه شاهدها وهي تسقط دون أن يتم أي رصد لآثارها، وسط تأكيدات مصرية قاطعة تستبعد إطلاق صواريخ من سيناء على منطقة إيلات جنوب إسرائيل، خاصة وأنه سبق لتل أبيب ترديد نفس الأنباء في شهر إبريل الماضي، ولم تتوصل حتى الآن إلى تحديد مكان إطلاق هذه الصواريخ المزعومة. كنت أقود السيارة، سمعت صوت انفجار وشاهدت دخانا أسود، أسرعت لمكان الحادث لمشاهدة ما يحدث. السلطات الأردنية قالت أن صاروخا أطلق من خارج أراضيها سقط بهذا الشارع بمدينة العقبة الأردنية، والذي يضم عددا من الفنادق السياحية الفاخرة، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين أردنيين، أحدهم حالته خطيرة، إضافة إلى إلحاق أضرارا بسيارتين. اليوم في حوالي الساعة 7:45 سقط صاروخ نوع جراد على مدينة العقبة. نتج عن هذا الصاروخ إصابة 4 مواطنين أردنيين، 3 إصابات متوسطة والإصابة الرابعة بليغة. تساؤلات كثيرة تطرحها هذه الصواريخ التي يقال أنها تطلق دون أن يتم تحديد من أطلقها، خاصة وأن الساحة الفلسطينية التي تشهد الآن تصعيدا كبيرا كانت هي أيضا قد شهدت إعلان إسرائيل الجمعة الماضية أن نشطاء فلسطينيين من قطاع غزة أطلقوا صاروخا من طراز جراد على مدينة عسقلان المحتلة دون وقوع إصابات. ونحن نشكك في الرواية الإسرائيلية حول إطلاق صاروخ فلسطيني في الأيام الأخيرة باتجاه الاحتلال الإسرائيلي. تساؤلات إطلاق هذه الصواريخ قد تجد تفسيرات لما تشهده الآن عملية السلام، والتي تدخل منحدرا خطيرا بعد رفض الفلسطينيين استئناف المفاوضات المباشرة والإسرائيليين بعد رفضهم تحديد ضمانات لنجاحها، بالرغم من قيام رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو بتحديد موعدها، وهو الذي كانت لجنة المتابعة العربية بالقاهرة قد تحفظت حيال ما قد تفضي إليه أي مفاوضات مباشرة مع وجوده على رأس الحكومة الإسرائيلية. طبعا كيف ومتى هذا يرجع للرئيس الفلسطيني وتقديره للموقف. طبعا بيكون في سؤال مهم، انه احنا كنا علنا رافضين البدء في مباحثات مباشرة. القاهرة الداعمة للحقوق الفلسطينية كانت قد طالبت إسرائيل بوضع إطار زمني محدد ومرجعيات واضحة للمفاوضات المباشرة، وأن تتسم هذه المفاوضات بالجدية، مؤكدة أيضا على أن تل أبيب يجب أن توفر كل الأجواء المواتية لهذه المفاوضات عبر وقف عمليات الاقتحام ورفع الحواجز بالضفة الغربية وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. إسراء عبد التواب، الحياة اليوم. سنعود إلى القاهرة، ولكن في